ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتعلم ازاي ننضف المكوة ونخليها كده. هي نضيفة كده خلاص، لكن الجزء ده يعني هو فيها كده انا كنت مبوظاه قبل كده، وعلشان تتجنبوا ازاي تجرحوا المكوة بتاعتكم كده كملوا الفيديو للاخر. هتتعلموا ازاي تنضفوا المكوة. وطبعا لو انتوا بتشتغلوا مثلا في تفصيل او كده وجيتوا تكووا المكوة وهي مش نظيفة، او الفتحات بتاعتها دي مش نظيفة، او لازق عليه حاجة قبل كده، طبعا هتبوظوا الحاجة جدا. فاتعلموا بقى الروتين بتاع المكوة قبل ما تبداوا تشتغلوا في اي حاجة، خصوصا لو الحاجة دي لونها ابيض. بس كده، اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. بصوا يا بنات، انتوا هتحتاجوا المكوة وهتحتاجوا قماش يكون قطن او حاجة تكون مش بتلزق. لازم تكون حاجة مش بتلزق عشان ما تعملش نتيجة عكسية. فدلوقتي انتوا هتعملوا ايه؟ هتجيبوا المكوة وهتحطوا فيها مية، يعني املوها للاخر مية. بصوا يا بنات، احنا كده حطينا فيها المية خلاص. بصوا هي مليانة مية اهي، وهنسخنها على الاخر خالص. تمام. بسم الله. انا كده عملتها على اعلى حرارة، اصلا انا في العادي مش بشغلها على الحرارة العالية دي، انا بعملها على الوسط. ف شايفين بدأت تسخن ازاي؟ تمام. هتسيبوها تسخن خالص. ويا بنات خدوا بالكم وانتوا بتنضفوا المكوى بالذات عشان ما تحرقوش، لان هي بتطلع بخار صعب جدا. وبالراحه كده وبالهداوه، واهم حاجه القماش يكون مش بيلزق. بصوا هي كده تقريبا يعتبر سخنت. هتبداي بقى بالبخار، هنا الزرار بتاع البخار. تمام. بصوا يا بنات تعملوا كده. ليه الحركه دي؟ لان دي بتخرج. انتوا شايفين الفتحات دي بيبقى فيها تراكمات، التراكمات دي بتسود، ولما بتيجي تعملي البخار على القماش بتطلع التراكمات دي على القماش، وبتبقى ومش بتعرفي تغسليها خالص ولا بتطلع من القماش. انتوا تقدري تعملي كده. بصوا يا بنات هتعملوا ايه بقى بعد كده؟ هقول لكم ثواني. هتجيبوا قطعه من القماش كبيره كده غير دول، يعني دول مش دلوقتي، دي قطعه ما احناش عايزينها، ولازم برضه تكون ما بتلزقش. هتجيبوا كده وتطلعوا، تضغطوا على البخار، يعني تطلعوا البخار ده تضغطوا عليه كده. حاولوا تمسحوها كده. بصوا يا بنات هي دلوقتي سخنت خلاص، هنبدأ نغطيها. وهتجيبوا السلك بتاعكم، تحطوا ميه كده وصابون. بصوا يا بنات هتجيبوا بقى هتجيبوا السلك والصابون كده، وتبداوا السلكه يا ريت تكون اسمك من دي شويه عشان ما تحرقوش، لان هي تسخن على طول. شايفين السلكه بتسخن على طول. تبداوا ايه بالراحه علشان ما تجرحوش المكوى، فبالراحه كده. ترجعوا بقى تاني تستنوا دي، تحطوها في الميه كده عشان السخونه، وتبداوا تاني. شايفين حته من السلك اسمك شويه، وهحطها فيها كده. هزود ميه، وهحط ميه وصابون. تمام. هنشف المكوه دي تاني هنا في القماشه اللي انا قلت لكم عليها دي. بصوا شكلها. هتبداوا فيها تاني.
واحده واحده كده يا بنات، وبالراحه بطريقه دائريه وبالراحه. بنات اهم حاجه ما تضغطوش عليها جامد وانتوا بتعملوها عشان ما تجرحوهاش. انا مره كنت اتغبيت عليها وعملتها بسكينه، مش فاكره سكينه ولا معلقه، بس عملتها بحاجه يعني وجرحتها. فانتوا ما تعملوش كده، هو بالراحه وواحده واحده، ولو في حاجه ما طلعتش خالص مش مشكله، هي كده كده خلاص مش هتطلع. تمام، هوريكم زي ايه دلوقتي. هتجيبوها بقى كده، والحواف دي يا بنات كده. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان المكوه ما تتبلش من الجوانب من هنا او يدخل فيها ميه. تمام، خدوا بالكم. بصوا يا بنات خلاص كده. بصوا بتمسحوها كده عشان تعرفوا الحته دي ما بتطلعش منها، دي ما بتطلعش، بس هنا بيطلع، فانا لسه هطلع دول. بصوا يا بنات، اللي هنا ده طلع خلاص، لسه هنا شايفين دول ده ما بتطلعش لان شايفين دي اللي متجرحه فيها، لكن هي خلاص نضفت خالص، ده ما تقلقوش منه. واهم حاجه برضو يا بنات الفتحات اللي فيها دي كلها تعملوها كويس. بصوا يا بنات تمسحوها بقى كده، وهتجيبوا القطعه اللي انا قلت لكم برضو تكون قطن، تعملوها ميه كده وتمسحوا بيها المكوى عشان الصابون كده من الحوافي دي كده. تمام، هنشغل بقى المكوى تاني ونقعد نطلع بخار لحد ما ايه نتاكد ان هي خلاص تمام من جوه. بصوا يا بنات، شايفين لما بتسخن، شايفين طلعت ازاي صابون. نبدا نطلع بقى البخار كده. برضو ضروري جدا الميه اللي تكون في المكوى دي ما تتركنش فيها كتير، وكمان علشان الميه بتبقى اصلا بتصفر، فلو هي طلعت البخار لونه اصفر بيبقع برضو في القماش، خصوصا لو هي حاجه لونها ابيض. تمام، شايفين شايفين يا بنات، هي كده نضفت خالص. شايفين مفيش فيها. هنشيل بقى
خلاص كده خلاص كده المكوة جاهزة معاكي. خلاص كده المكوة جاهزة معاكي ان انت تعملي بيها اي حاجة. والخطوة دي مهمة يا بنات، خصوصا لو انت بتشتغلي في مجال التفصيل او الخياطة او كده. فالخطوة دي مهمة جدا. ولو انت حتى يعني مش بتشتغلي في المجال ده وعندك المكوة في البيت فيها كده، هي عامة ممكن ما يكونش فيها المنظر ده الا اذا انت سيحتي حاجة، فاهمة؟ فمش هتحتاجي دايما تجددي تنضفيها او كده. لكن احنا في المجال بتاعنا ده دايما بيسيح مننا، مثلا لو بنلزق بالدبل فيس او بالفازلين او كده، ساعات بتقلش مننا ونقوم نحرق حاجه فبتسيح في المكوى. فده غلط جدا. انا قلت اشارككم معايا ازاي انا منضفه وبس كده.